بيضي أسنانك ب60 ثانية فقط واحصلي على ابتسامة النجمات. إليك الوصفة الطبيعية. أكد الدكتور أوز في حلقة من حلقات برنامجه الشهير أن تبييض الأسنان يمكن أن يتم في المنزل وبوصفة سهلة جدا. إليك الطريقة الأولى: قشري برتقالة واستخدمي الجزء الداخلي للقشر، الجزء الأبيض، في حك أسنانك لتصبح ناصعة البياض. بعد ذلك قومي بغسل أسنانك بالفرشاة والمعجون كالمعتاد. هناك طريقة ثانية فعالة لتبييض الأسنان ينصح بتجربتها مرة في الشهر فقط. مكونات هذه الوصفة: ليمونة معصورة، كربونات صوديوم أو بيكنج باودر، القليل من الماء، معجون أسنان لونه أبيض. وإليك الطريقة: فرشي أسنانك جيدا ولمدة دقيقتين على الأقل وتمضمضي، ثم اغسلي الفرشاة في عصير الليمون وفرشي أسنانك لمدة 30 ثانية، فالليمون له تأثير فعال في إزالة صفار الأسنان. ثم ضعي المعجون على الفرشاة وقليل من البيكنج باودر فوقه وفرشي أسنانك لمدة دقيقة. بعد المضمضة بالماء اخلطي كمية قليلة من البيكنج باودر والماء وتمضمضي مجددا بها، ثم فرشي أسنانك بالمعجون لمرة أخيرة. لا تأكلي أو تشربي غير الماء لمدة 15 دقيقة بعد العمل، لأن مسافات الأسنان ستكون